الظواهر الغامضة في المغرب العزيز، عالم الروحانيات. نقدم لكم هذا الوثائقي. نبدأ ظاهرا بموسم مولاهم عبدو المدفون بمدينة الجديدة بالقرب من آزمور. في هذا الوقت المضبوط موالاة مع كسوف القمر، هذا ليس بالعشوائي بل استغلالا إلى طاقة القمر المذهلة. يقوم المعالجون بطقوس غريبة تساعد على زيادة الجنود أي خدام الجن والسفر إلى أبعاد مثل البعد السابع والخامس. يستعينون أيضا بالرقصة الأخيرة، وهي رقصة تساعد على جلب طاقة البحر عن طريق المارد الضخم ابن الحوات. عند الاستماع إلى طلاسم هذا المارد مثل الطلسم السفلي ألا وهو أعجبت ببنات الكلية، يساعد هذا الشيء على زيادة القوة الروحية. يوجد أيضا المارد السادس الذي يساعد على جلب قوة الحاسة السادسة، يأتي هذا بالرقص عن طريق التحير على طلسم السيارات والنقود ذهبا. الطوموبيلات والفلوس مشات. يعتمد نجاح هذه العملية على الرقص حتى الإغماء. تباع أيضا مواد محظورة تساعد في مجال الطاقة القصوى، مواد يجلبونها من أسفل الأرض والفضاء الخارجي. من المواد المشهورة هي ماء زهرة اللوتس وماء الحياة وشموع لوسيفر. يجذب هذا المكان الجن من العالم بأكمله، ويصبح الجن ضعيفا أمام مروضي الجن والمعالجين والمشعوذين. تخيل عزيزي المشاهد أن هذه الطقوس تفوق بسنوات ضوئية جزيرة إبستن، لدرجة أن هذا الشيء مخفي. ويساعد على إخفاء هذه الطقوس المارد الموسيقي مثل ابن حوت ومارد الطاقة السادسة.